أسعد الله مساءكم أصدقائي ومتابعيني ومحبيني، أهلا بيكم. عندي حاجة سريعة كده عايز أتكلم فيها مع الأصدقاء وللمصريين، ولو عجبك كلامي شيره، أو ساعدني بانتشاره. وأتمنى إن المسؤولين أو الجهات المختصة في مصر تسمع الكلام ده مقترح شخصي. بس هرجع لحضراتكم سنة ورا للمعلومية. معروف ان مصر بعد ثورة 2011 كان هناك مشاكل مادية في مصر بسبب الانفلات الامني وتدمير البنية التحتية في مصر، والاهداف اللي تم تنفيذها على مصر لاسقاط مصر. وبعد كده كانت هناك مساعدات من الدول العربية خاصة السعودية والامارات، لهم كل الاحترام والتقدير. ولكن من فترة بسيطة رجعت الإمارات، وقفت هي والسعودية كل المساعدات لمصر. قال لك خلاص ما بقاش، تشكرين كتر خيركم. طيب، مصر النهاردة عليها ديون، وللأسف الشديد الوضع الاقتصادي في مصر في حالة صعبة، حالة سيئة شوية. أنا عندي مقترح شخصي، وخاصة بعد ما سمعت إن السعودية وقفت التعامل بالجنيه المصري، وقفت او اوقفت التعامل بالجنيه المصري. هو انتوا معانا ولا علينا؟ يعني الموضوع ده يعني عايز له مبرر او حاجه يعني تقنع. انتوا معانا ولا علينا؟ اولا، لكل الدول العربيه الشقيقه الاحترام والتقدير، ولكن لولا مصر كان هيبقى لا تواجد لبعض او لاغلب الدويلات العربيه. فحافظوا على مصر، مش عايزين منكم حاجه. مقترح الشخصي ان انا بقول ان مصر او القياده المصريه تفتح باب التبرعات لسداد ديون مصر. اقسم بالله ما هيسند مصر ولا يشيل مصر الا اولاد مصر العاملين بالخارج وداخل وخارج الجمهوريه ولو بالقليل. افتكروا موضوع قناه السويس لما قلنا هتتحفر بالجهود الذاتيه. خلال اسبوع كانت مصر جمعت اضعاف اضعاف المطلوب، لان ما كانش فيه تمويل. يا مصريين، مش دي اللي هتكسر مناخيرنا، مش دي اللي هتكسر مناخير المصريين. ده احنا ورثة الفراعنة، احفاد الفراعنة. التاريخ، التاريخ يلي نسيته تاريخ مصر. اتمنى نفتح باب التبرعات، ورجال الاعمال في مصر احنا مش شوية، والعاملين بالخارج ده احنا اكتر من 120 مليون، ولا حد يكسر رقبة اقل واحد في مصر، اصغر واحد في مصر. وندعم بلدنا وندعم قياداتنا، لان الوضع النهارده للاسف الشديد. يعني ايه السعوديه تقف تتعامل بالجنيه المصري؟ انت معايا ولا ضدي؟ انت بتوقعني ولا بتسندني؟ ارجو، انا سمعت الكلام ده ان السعوديه كلام مؤكد اوقفت التعامل بالجنيه المصري. ارجو ان لو عجبك كلامي شيره وانشره، ساعدني بالانتشار. ربما حد من القيادة المسؤولة يسمع الكلام ده. مش هيشيل مصر إلا أولاد مصر، من الآخر. ولولا مصر لكان الوطن العربي كان زمانه له تقسيمة تانية، للأسف الشديد. وارجعوا للتاريخ. تحياتي، سلام عليكم.